هاي فراولاتي، كيفكم اليوم؟ واخيرا رجعت لكم بعد غياب فتره صغيره. كتير وحشتوني، وعن جد شكرا كتير على سؤالكم علي. صراحه الفتره الاخيره ما راح اكذب عليكم، كان في عندي ظروف خاصه ونفسيتي تعبت كتير، فالحمد لله اليوم انا تمام وكل شيء تمام الحمد لله. فما كنت احب اصور فيديوهات وانا بحاله نفسية يعني مو حلوه، عشان بحب دائما اجيب لكم الابتسامه والايجابيه. فاليوم انا كتير محتاجه دعمكم، فبليز ادعموني باشتراك بالقناه واكتبوا لي كومنت تحت. وخلينا نبلش بفكره الفيديو اليوم اللي هي ميك اب نو ميك اب، يعني مكياج بدون مكياج. ما بعرف اذا فاهمين ولا لا. هذا الفيديو سويته من قبل بس قديم شوي، فحبيت اوريكم الابديت الجديده وكمان اشارك معاكم البرودكتس اللي حبيتها مؤخرا. فصراحه هاللوك كتير سهل ينعمل، وزي ما انتم شايفين مو مبين عليه انه حاطه ميك اب مع انه حاطه ميك اب، بس راح اخليكم مع التفاصيل في هذا الفيديو. اول خطوه طبعا هي ترطيب البشره، وراح استخدم السكين بوستر من ميك اب فور ايفر. راح احطه بهالطريقه وارطب بشرتي. الحين راح احط الكونسيلر. هذا الكونسيلر من بينيفيت من الكوليكشن الجديده، كتير حلو. وبس راح اغطي الهالات السوداء، وكمان راح احط شوي فوق عيوني. طبعا اذا ما كانت عندكم الهالات السوداء فممكن تستغنوا عن الكونسيلر. هلا راح احط فونديشن برايمر من لورا ميرسيه. هذا حكيت عنه من قبل، كتير حبيته بستخدمه بشكل يومي على بشرتي. هو صراحه ما بيغطي كتير عيوب البشره، بس بيعطي لمعيه للبشره وبيعطيها لوك كتير طبيعي. وبس بحطه بهالطريقه بدمجه بالبيوتي بلندر، او ممكن كمان تدمجوه بيدكم. راح ننتقل للحواجب، وراح استخدم برايمر على حواجبي، بس طبعا ممكن تستخدموا اي براو جيل اللي متوفر عندكم. وهلا راح اعبي حواجبي باناستازيا بيفرلي هيلز. هذا هو البرودكت المفضل عندي حاليا للحواجب، وراح اعبيهم بطريقه كتير خفيفه لانه حابه اللوك يطلع طبيعي. راح اخذ من باليت تبع ازويفا كمان المفضله عندي هذا اللون، وراح احطه على الكريس. اخذ قلم اسود وراح احطه على الجفن اللي فوق. اخذ نفس اللون من نفس الباليت واحط شوي تحت عيوني، لانه انا لما ما احط كحل او اي شيء على عيوني فببين كاني مريضه. بس راح اخذ هذا الباودر او برونزر كتير خفيف وكتير صيفي، ما بيبين من بنفيت، وراح احطه على مناطق بوجهي. هلا راح احط الهايلايتر. هذا بيجنن. راح احط شوي فوق الجفن او وسط العين زي ما انتم شايفين، شوي تحت الحواجب عشان يعطيني اضاءة، وراح احط طبعا بخدودي بهالطريقة، وشوي على انفي. ولا بس راح ادمج بيدي بهالطريقة. كتير حلو، بيبين كتير طبيعي. راح استخدم هالماسكارا من لوريال. راح احط شوي بس طبقة خفيفة على الرموش اللي فوق وكمان الرموش اللي تحت. عشان اثبت الكونسيلر حطيت شوي من اللوس باودر، شوي بس يعني بشكل كتير خفيف. وهلا طبعا اكيد محتاجة لشوية بلاش. هالبلاش من نيكس كتير بحب هذا اللون. حطيته كمان بطريقة كتير خفيفة بس عشان يعطيني لون لبشرتي. راح اكمل اللوك بهذا اللون. هذا ليب لاينر، لونه كتير نيود وكتير خفيف، بس طبعا انتم ممكن تستخدموا اي لون انتم تحبوه. وكمان راح اضيف الترا اتش دي ليب بوستر. هذا كمان لونه كتير خفيف وبين كتير طبيعي. وهذا هو الشكل النهائي، مكياج بدون مكياج. حتى مكياج بس الهدف منه انه مبين كتير طبيعي وكتير ناتشورال. فاتمنى يعجبكم الفيديو. اتمنى كمان تسووه بالبيت. فبليز إذا سويتوا هذا اللوك شاركوني بصوركم على الانستغرام أو على سناب شات. راح أخليكم كل المعلومات بصندوق الوصف. باي.